سنجيب على بعض القضايا سأتابعها بحكم أن لأول مرة بحكم أنها مرتبطة بقضايا محلية وعاد تتسار المعطيات حولها، فبالتالي ما يمكنش نجاوب عليها لأنني بالضرورة خصني نجمع المعطيات حولها. لكن في نفس الوقت هذه المناسبة باش نتحدثوا على بعض القضايا اللي هي أساسية. اولا نبدا بعد الموضوع ديال الاحداث ديال تازا. الاحداث ديال تازا كانت واحد الرساله طرحات بالموضوع ديال واحد العدد ديال الاختلالات الاجتماعيه واقتصاديه وتنمويه اللي موجوده. اللجنه الوزاريه للجامعات العشرات المليار ديال الدرهم اللي تحدثت عليها، هذيك المشاريع اللي كانت مبرمجه اصلا واللي عدد منها تنجز وعدد منها تعثر في التنفيذ ديالو او ما تنفذش اصلا. اما المشاريع الاخرى اللي اللجنه البرلمانيه اشتغلت فيها وكانت في حوار مع رئاسه الحكومه، وهذه اللجنه هي من كل البرلمانيين بمعنى ماشي فقط الاحزاب الاغلبيه ومعارضه الجميع، لان هذه القضيه ديال الجميع هي اللي وصلت العدد ديال المشاريع اللي دابا الان محسومه انها خصها يعني تنفذ. هي تقريبا كاين 8 المشاريع في الاصل اللي تقدمات من قبل اللجنه البرلمانيه، فيها واحد 5 الان دابا محسومين وثلاثه مازالين في الطور ديال الدراسه. فاش كنت جاي اول شيء سولت الاخوان قلت لهم واش فاش دار طريق السيار شنو الاثر ديالو على المدينه. كانت الصدمه بالنسبه لي، قال لك مازال ما لقيناش شي اثر، في حين خصو يحل المعضله ديال السياحه، لان دابا باش انت 50 دقيقه ولا ساعه من فاس لهنا خصو يحل المعضله ديال السياحه، التنميه ديال التراث ديال المنطقه، خصو يحل المعضله ديال ان تازا تولي محطه يعني محضن وجد استثماري على المستوى الصناعي. خصو يحل يعني الناس راه طريق السيار فاش كيدار ما كيدارش لان باش يفك العزله او كيقلص منها وكيحل المعطيات ديالها. الان مازال اللجنه البرلمانيه كتشتغل مع رئاسه الحكومه، اللجنه الوزاريه دارت الجرد وكاين تواصل منتظم. راه دابا هي اخر لقاء اللي كان راه هذه يعني بضعه اسابيع. هذا كيقتضي انه بالنسبه للمدينه مع يعني المنتخبين مع السلطات المحليه مع الحكومه يكون عمل جماعي، لانه فعلا انا في الشخصيه فاش طلعت على هذاك التقرير اللي تنجزوا فيه 10 ملايير درهم فعلا وقفت على وجود اشكالات حقيقيه. لما لا اخفيكم انه فعلا كاين مشكل، وفي الاعتقاد ديالي ان الاستثمارات اللي مبرمجه او اللي غادي تبرمج التنفيذ ديالها كان المفروض يحول المدينه من وضع الى وضع. يعني فاش نقول لكم وقفت على الاختلالات، مثلا الاشكاليه ديال الاكتظاظ في الجامعه مع التقطيع. الجامعه ديال تازا هي من الجامعات اللي كتعرف هذا اعلى نسبه ديال على المستوى الاستاذ بالنسبه كاين 9000 طالب، هي تبنات على اساس 4000 طالب دابا توصل ل 11000 وتبنات ككل يوم متعدده الاختصاصات، بحيث ان حتى الاساتذه اللي كيقرروا فيها ما عندهمش افق، ماشي بحال الجامعه الكليات الاخرى اللي مرتبطه بحيث حتى الاستاذ كيكون كيشتغل معك هو عقله كيفكر انه ينتقل لجامعه اخرى، ما عندوش حتى استقرار علمي ونفسي. صحيح. دابا هذه كنقول لكم انا هي بعض المعطيات اللي فاش درست، لاني كنت انا في هذيك اللجنه وكان الاجتماع الاول اللي كان دار. هذا المعطى الاول ديال كذا، والمفروض خص تواصل هذا التتبع ديال هذا العمل. انا راه في اللقاء كنت نهضر بكل صراحه، تنقول راه بعض المرات كنتاخذوا القرار في مارس وكنلقاو اشكال قانوني دير المرسوم عالجو حل هذاك الاشكال، من بعد كنلقاو اشكال اداري عالج هذاك الاشكال، احيانا كيستغرق لنا شهور. المدينه ديال تازا دابا انتم عندكم فريق برلماني من الناس المعارضه والاغلبيه نشيط، زائد هنا على مستوى السلطه المحليه، زائد على مستوى المنتخبين المحليين، لكن وهو ان الباب ديال التواصل والحوار مفتوح مع رئاسه الحكومه مباشره. وهذا امر اللي كيقتضي منكم واحد الدرجه ديال اليقظه والتتبع باش ما
ماشي المشاريع توصل معطله او لا تنفذ بطريقه يعني يعني سطحيه او مشوهه والاثار ديالها توصل معطله. هذا امر. وبالنسبه لي راه الموقف من الاعلام دائما انا عندي هذا الموقف بالنسبه الي، واخا كاع يقولوا شي حاجه ماشي صحيحه ونصححها وكذا. الخط العام في كل الدول الديمقراطيه كتقدم فاش تكون عندها صحافه حره ومسؤوله. هذه القضيه المسؤوليه مرتبطه بالاخلاقيات المهنه، ان الخبر يخرج من بعد ما كندقوا منه صحيح، اما تنتقدني وتلقى عندي خلل وتلقى عندي مشكل ولا نشوف هذاك المشكل نمشي نصحو ونلقى ليه حل وكذا، راه شكون يعني هذه باي ثمن تقدروها؟ راه ما كيتقدرش القيمه ديالها. راه انا كنهضر معكم من واقع التجربه. يعني كان في التجربه الفعليه انا في الوزاره كان واحد الاشكاليه قانونيه تارت في واحد القضيه ديال اشهر او تقريبا هذه واحد كنقول لكم شي شهور تارت. في المسطره العاديه باش توصلني انا نعرفها كان على الاقل تعطل واحد الشهر ولا ما عرفتش شحال. احدى الجرائد اليوميه الوطنيه نشرها في الصفحه الاولى من الموقع. كانت عندي فرصه باش عرفت المشكل ديك الساعه. يلاه هما ناشرين المراسله عاده توصل للوزاره او يمكن كاع وصلت ذاك النهار ولا ما وصلتش ديال هذاك الاشكال. كانت فرصه باش درت الاجتماع، اتصلنا بوزاره الماليه، اتصلنا بالامانه العامه للحكومه، اتصلنا بالمؤسسه المعنيه، اجتمعنا عالجنا المشكل وتحل. الجريده قدمت هذاك المشكل بطريقه فيها انتقاد للوزير وكذا. يعني ماشي هذا هو المشكل. المشكل هو انه ورات لك واحد المشكل كاين وعطاتك فرصه انك تمشي تعالجه. هذا الامر هذا وقع في بزاف ديال الحالات، وماشي عند واحد العدد ديال الوزراء اللي اصدقاء ديالي وكنتحاور معاهم. فاش تكون شي قضيه اللي هي خطأ راه كنكتفي باصدار بلاغ ولا بيان تكذيبي ولا لهذا. حتى الموضوع اللي تاع الموقع الالكتروني هذاك الشيء متجاوز. الاشكال الان انا في النظر ديالي وهذا الشيء قلته في اللقاء اللي كان ديال الصحافه الالكترونيه في الرباط في 10 مارس. الصحافه الالكترونيه طورات بالاكسجين ديال الحريه والمسؤوليه، وهي براسها عدد من الصحف الالكترونيه هي كتعاون من بعد كيجمعوا الناس ديالهم كيقولوا راه المصداقيه ديالنا راهينه بالمسؤوليه بدقه المعطيات بالتثبت بالراي والراي الاخر. وتشكلات لجنه مهنيه السي عبد الوهاب الرامي هو الرئيس ديالها. وجدت دابا لنا مشروع كتاب ابيض تقريبا راه قربوا يساليو واحد جوج. هذه اللجنه وجدت لنا مشروع اطار قانوني ديال الاعتراف القانوني بالصحافه الالكترونيه. اللجنه كتقول جوج الامور، خص اعتراف قانوني واعتراف مهني. الاعتراف القانوني خص هذاك الشيء اللي كاين عند الصحافه الورقيه يكون عند الصحافه الالكترونيه. شو اللي كاين بعض الامور اللي فيها اختلاف، مثلا المطبعه ماشي هي عند الورق عند الالكترونيه، راه عندهم الالكترونيه عندهم ايواء. كاين اختلافات تقنيه بسيطه، ولكن ما يمكنش لنا نربحوا الرهان ديال التحول التكنولوجي لما استثمرناش فيما يسمى بالمحتوى الاخباري. شكون معكم دقيق؟ المحتوى الاخباري شنو هو؟ هو النشاط اللي كتنتجو المضامين اللي كتنتجها المواقع الالكترونيه الاخباريه. المغرب الرقمي في الاستراتيجيه ديالو كاين باب ماده يعني بند يهم التطوير ديال المحتوى الاخباري، لانها انت من الناحيه الكميه موجود ولكن من ناحيه المضمون ما موجودش. هذا هو التحدي. بالتالي التوجه اللي غادي فيه كاين الاعتراف القانوني. 2012 لم يسجل اغلاق اي موقع الكتروني. الاتفاقيه الدوليه ديال بودابست ديال مجلس اوروبا الخاصه بالمجال ديال الانترنت المغرب صادق عليها السنه الماضيه. الحوار مع الناس ديال الصحافه الالكترونيه نخاطبنا فيه. اللجنه العلميه قدمنا لها مشروع ديال الاعتراف القانوني. المشروع ديال عقد البرنامج الجديد مع الناشرين درنا فيه باب خاص بدعم الصحافه الالكترونيه ودعم الحضور الالكتروني للصحافه الورقيه المكتوبه.
التقويه ديالو. انت هادي انا كنشوفش فيها واش تنتقدني ولا ما كتنتقدنيش، كنشوف فيها انا كبلد الحضور ديالي في الانترنت. هذا الحضور احد المكونات ديالو كاين مكون الاخباري، وهذاك الشيء كيكون عنده اثر على الجاذبيه الاستثمارات، العلاقه مع المغاربه المقيمين في الخارج، اثر على الانفتاح السياسي، اثر على التقارير الدوليه اللي كتصنفك انت كبلد. انا البارح زرت الموقع ديال اوبن نت كيهم وفيه تفاصيل كثيره حول، لانهم كانوا هما داروا تقرير في 2009 على المغرب، ومن المغرب كيتصنف بطريقه ايجابيه حتى من فريدم هاوس التقرير الخاص بحريه الانترنت، وهذا مكسب عندنا ولله الحمد احنا غاديين فيه. الان دخلنا المرحله الثانيه اللي كنتقدموا فيها، هذا الموضوع الذي يهم الصحافه الالكترونيه. باش معاه كاين القضيه ديال حريه الوصول للمعلومه، راه كاين مشروع قانوني توجد وكاين مقتضيات قانونيه غادي ندرجوها ان شاء الله في مدونه الصحافه والنشر. هذا هو الطموح اللي غادي ليه. نتمناو اننا ننهيو هذا الموضوع هذه السنه ديال 2013، لان الصحافه في المؤشرات العالميه صحافه مستقله وحيويه وفاعله ومؤثره كتكون راهنه بوجود اطار قانوني كينظم الوصول للمعلومه. شنو هو الوصول؟ هذا الاطار القانوني كينظم الاجال، انني الا بغيت واحد المعلومه قدم الطلب شحال من وقت باش تجاوب، شكون الجهه اللي كذا. 3 ان القرار ديالها خصو يكون معلن. 4 عندها الحق القانون. 5 عندها الحق نستعمل المعلومه المحصله عليها. كاين 6 الاستثناءات كتكون واضحه محدده بالقانون كما كاين في كل دول. هذه هي المنظومه القانونيه. كاينه امور اخرى ولكن هذه العناصر القانونيه اللي هي اساسيه.